ترى خلينا نتكلم عن المملكة العربية السعودية، الله يحفظها ويحرسها. ترى في عام 1400 جهيمان ومن معه اقتحموا الحرم. لو كان في ذاك الوقت استخبارات مستحكمة ما استطاع هؤلاء أن يدخلوا، وهم كانوا 200 وكم، ويستحلوا الحرم يمكن 17 ليلة. بعدها حصلت مشاكل من إيران لما ظهر الخميني، كل سنة في الحج يعمل مشاكل. وبعدها التفجيرات وجبهة النصرة والتفجير في المساجد وتفجير العلية. تريد البلد بلا استخبارات؟ تدري السعودية كم مساحتها؟ أكثر من 2,000,000 كيلو متر مربع، لا حدود مع دول الخليج كلها، ولا حدود مع العراق والأردن، ولا حدود طويلة جدا جبلية مع اليمن الشمالي والجنوبي، ولا حدود مع العراق والأردن، ولا حدود بحرية مع اثيوبيا وجنوب السودان والسودان ومصر، ولا حدود مع إيران. كل هذه البلد مقصودة من كل مكان. يوم من الأيام ما كان في أمن الطرق، فخرج أولئك الأشخاص قطاع الطرق المشهورون فوضع أمن الطرق. المملكة العربية السعودية أنا أكاد أجزم أقل شيء فيها 4 ملايين رجل من السعوديين فقط للأمن، الحج، الحدود، المطارات، الإرهابيين، الحوثيين، التهريب، المخدرات التي تدخل من أكثر البلاد يوجد لها المخدرات السعودية، ناهيك عن المطارات والموانئ. تريدهم بلا استخبارات؟ تريدهم أن يستحل الحرم مرة أخرى؟ تريد أن ينتشر الإرهابيون والمفجرون في المساجد؟ هؤلاء إذا صبروا واحتسبوا لهم أجر ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لولا الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم الاستخبارات والأمن والعين الساهرة والكاميرات والمراقبة لراحت السعودية. وإذا راحت السعودية رحنا كلنا نحن. السعودية تمثل 80% من الجزيرة العربية، يعني اليمن ودول الخليج كلها 20% و80% السعودية وحدها. وما يقصد أهل البدع بلدا كما يقصدون السعودية، من الجو، من البحر، من البر، من داخل، من خارج. يا أخي قل جزاهم الله خير الاستخبارات والأمن الذي يعني أنت ما تحج وتعتمر، ما تسافر بسيارتك آلاف الكيلوات المترات، من اللي حافظك بعد الله عز وجل؟ الأمن. هؤلاء جزاهم الله خيرا. نحن وكل من يفد إلى السعودية يأتي حاج معتمر آكل شارب لبيك اللهم لبيك، وهؤلاء استنفار، جيوش، شباب، كبار، صغار، ولاة أمر، مسؤولون، إطفاء، طيران، شغل عظيم يشتغلون، وأنت ما شاء الله قاعد تدعو وحج عمره واقف بعرفة بمبيت مزدلفة. هذا اللي قاعد تستمتع به ويستمتع به المسلمون. هذا جهد جبار قام فيه هؤلاء. يعني الآن استخبارات وشوف شو اللي حاصل. فلولا الله ثم الاستخبارات والأمن كان الله أعلم يمكن ما تبقى السعودية شهر واحد. يفد إليها من يفد ملايين من الأجانب والعرب وغيرهم. شباب السعودية يحرسون وهؤلاء يستمتعون، إن كان مدرس ولا طبيب ولا عامل ولا موظف ولا طالب. ومع ذلك هؤلاء مدنيون يستمتعون بهذا الأمن والأمان. وأهل البلد يتركون حتى أولادهم وزوجاتهم. واحد من أهل الشمال يعين في جنوب المملكة، واحد من جنوب المملكة يعين في غرب المملكة، واحد من الرياض يقاتل في الحد الجنوبي. كل هذا دفاعا عن بلد التوحيد، بلد أهل السنة. أنتم في هذه الحالة تخدمون الحوثي وتخدمون الرافضي وتخدمون أهل البدع، تخدمون أعداء الإسلام المسلمين. اتق الله في نفسك.